السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير ومتفرجوا على فيديو النهاردة مختلف خالص عن كل الفيديوهات اللي مقدماها قبل كده. الفيديو النهاردة مناسب بالوقت بتاعه والطلب مني، فانا قررت ان انا اعمله. الفيديو تبع الامتحانات، النظام الجديد بتاع الثانوي والقلق بقى والتوتر والحاجات دي اللي احنا كلنا عارفينها. انا بقى داخله وعايزه اقول النظام الجديد مش عاجب ناس كتير جدا جدا، معظم الناس، وتقريبا يعني انا لحد دلوقتي ما قابلتش ناس كتير عاجبها النظام. كله بيقول بيصعبوا الامتحانات بره المنهج، ده عايز فهم واحنا مش بنفهم، ده عايز مش عارفه ايه، واحنا كنا متعودين على الحفظ، دول فاجئونا، وحاجات كلها سلبيه ونيجاتيف بطريقه وحشه. علشان كده احنا مش عايزين نسمع للكلام ده خالص خالص، ولا الكلام مدرس مثلا هو يقولك النظام وحش وهتسقطوا يعني بعد الشر علينا وكلام من ده، او مثلا واحدة صاحبتك تيجي تمشي معاكي بقى وزمايلك يكرهوكي في العيشة كلها وفي الدراسة، ويخلوكي جاية بطاقة وحشة البيت، ولا بتخليكي تذاكري ولا ليكي نفس انك تعملي اي حاجة، وبتكوني بقى ايه، كبرت دماغك بقى خلاص، انت قاعدة مهمومة ومعلقة الشماعة بتاعتك وحجتك على ان النظام وحش، وان السنة مش محسوبة، وان الناس كلها مش عاجبها النظام، فيلا بقى انا اكون مع الناس كلها. ليه الكلام ده؟ طبعا ده كلام منفعش. احنا لازم نختلف عن الناس، لازم احنا اللي ننشر الايجابية والكلام الحلو. بلاش يعني اي واحدة صاحبتك تيجي تقولك المنهج وحش والنظام وحش، انت بتذاكري ليه؟ ده اللي انت بتذاكريه ده مش جاي في الامتحان، ده الامتحان بره المنهج. احنا مش عايزين الكلام ده خالص. اصل هما مش هيخترعوا الامتحان، احنا كل اللي نعمله احنا نعمل اللي علينا وبس. هما قالوا لنا ذاكروا نذاكر، ويعني احنا اكيد احنا المستفيدين ان احنا يبقى عندنا معلومات اكتر. وعلى فكرة انا بقى عاجبني النظام جدا، انا واحدة من اللي عاجبهم النظام. ليه؟ النظام يعني مخليكي اجبرك انك تعرفي معلومات عامة، ولما انت تبقي عارفة معلومات كتير اكيد هيبقى فيه ثقافة، في حاجات جميلة يعني في الموضوع كده، حاجة شيقة. مخلي في مسؤولية، انت اللي تتحملي المسؤولية، مش كل الاعتماد انك معتمدة على المستر، لو قال المعلومة احفظها وافهمها، المستر ملهاش خلاص، لا، هو مجرد المستر وسيلة بس يقولك احنا اخدنا الدرس ويفهمك الموضوع عن ايه، وانتي هو ده كل اللي هم عايزينه، ان انتي اللي تبحثي في الموضوع، تعرفي اكتر، تفهمي كل حاجة تبع الموضوع. هو ده عاجبني في النظام، فاحنا مش عايزين اي توتر ولا اي قلق. بيقولوا السنة مش محسوبة، اوكي ماشي مش محسوبة، بس احنا كل اللي نعمله ان احنا نذاكر وبس. ومش بقول ان احنا نطحن نفسنا في المذاكرة، مع ان احنا لو طحنا نفسنا فاحنا اكيد هنلاقي النتيجة بتاعت كده، بس احنا نذاكر على قد ما نقدر، لان اي تعب هتتعبيه واي محاولة واي حاجة هتعفري علشانها اكيد هتتبسطي جدا في الاخر. تمام. ومش عايزين نعلق اي اهمال مننا، ده بيكون اهمال مننا على الشماعة بتاعت اصل نظام الثانوية العامة الجديد. تمام. النظام احنا بصوا انا عاجبني النظام، بس احنا هنسيبنا بقى عاجبني النظام او مش عاجبني النظام، فاحنا نشتغل على نفسنا وندرس طبيعي خالص، والامتحان بقى يجي زي ما يجي، واحنا السنة اصلا مش محسوبة. علشان كده بقى احنا نستغل الموضوع ونشوف ونقيم نفسنا، لو السنة دي كانت محسوبة انا كنت هعمل ايه، او انك تعرفي المواد اكتر بما اننا داخلين فيزياء جديد، كيمياء جديد، واحياء، والمواد كترت، فاحنا نختبر نفسنا. وغير ان احنا نختبر نفسنا، فاحنا نعرف معلومات عن المواد عشان لما ندخل في تانية ثانوي وتالتة ثانوي بقى وكده نبقى فهمنا كل حاجة، ونبقى بقى ايه، شاطرين بقى ونظبط الزبابيت. واحنا بقى دلوقتي لو ما ابتديتيش في المذاكرة فاحنا ناقص 20 يوم على الامتحان، فان شاء الله بإذن الله هتقدري انك تبدأي من دلوقتي 20 يوم. شوفي كل مادة بالنسبة لك
ايه مادة بتحبيها مش بتحبيها، بس احنا عايزين نشيل فكرة ان مثلا الرياضة انا ما بحبش الرياضة، عايزين نشيل الفكرة دي من دماغنا، لان طول ما انت بتقولي انا اصلا مش بحبها فانت مش تعرفي انك اصلا تحلي فيها، ولا تبدعي بقى وتورينا الابداعات بتاعت حل المسائل الجميلة اللي عندنا. عشان كده بقى لازم نقسم المادة على حسب المادة بالنسبة لك بقى، زي ما قلت بالنسبة لك ايه، وان المادة هتاخد منك مدة قد ايه، وايه اللي ناقصلك فيها، ايه الحاجات اللي واقعة منك. ناقص 20 يوم لازم تستغلي الاخر 20 يوم لينا دول، لازم تيجي على نفسك جامد. حتى لو ما بدأتيش ان شاء الله بإذن الله بالمعافرة بقى وبالمذاكرة بقى وكده، ان شاء الله تلحقي تحصلي اكبر قدر من المنهج واكبر قدر من المعلومات. وحاولي بقى تخففي من الموبايل بقى والفيسبوك والواتساب والانستجرام والحاجات ديت، عايزين نبعد عنها شوية ونخفف بقى منها عشان احنا دخلنا في الجد خلاص. وعايزين نطلع من السنة دي متعلمين حاجات كتير جدا. عايزين بقى نتعلم ان احنا منأجلش المذاكرة كده تاني، عشان احنا بنيجي هنقوله ايه من اول السنة نبتدي نأجل في المذاكرة. ناقص ده لسه ناقص شهر على الامتحان، ناقص اسبوعين على الامتحان، ناقص اسبوع على الامتحان، لحد هوب وصلنا لليلة الامتحان. وبتبقى بقى دي بقى ايه يعني، تبقي متوترة بقى وخايفة وقلقانة. ما هو لازم تتوتري، تبقى المذاكرة بالنسبة لك صعبة وتقيلة. اما لو كنت بادئه من اول السنه فانت هتبقى بالنسبه لك المذاكره اصلا ممتعه، لانها مش هتكون مذاكره، دي هتبقى مراجعه على اللي فات. فاحنا عايزين نتعلم من السنه دي بما انها تجربه، ان احنا ايه ما نأجلش مذاكرة تاني. نحاول ان احنا ننظم وقتنا بقدر الامكان بقى. دروس، والدروس طبعا بتبقى كتير وبتاكل من الوقت، فاحنا بقدر الامكان نقدر ان احنا نبقى قاعدين في الحصة مركزين جدا جدا مع المستر بتاعنا. تبقى يعني ما تفكريش في اي حاجة وانت في الحصة، كل اللي انت عاملاه يعني قاعدة ودنك مع المستر وعينك معاه، ورقة وقلم، اي معلومة مهمة تلحقي تدونيها وتكوني مركزة كويس جدا جدا، عشان مجرد ما الحصة ما هتخلص انت هتبقي اخدتي كل المعلومات. فكل اللي هتحتاجيه انك مجرد بس هتروحي هتقري اللي انت اخدتيه في الدرس وهترتاحي، هتلاقي المعلومة ثبتت جدا. واحنا هنبقى دلوقتي في ايام مراجعات، فانت تستغلي الايام دي قوي. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله خير، وتفائلوا خير وبعدوا عن اي كلام سلبي، وسيبكم من الكلام بتاع النظام الجديد ده خالص. احنا كل اللي احنا عايزينه احنا نذاكر. ذاكري لنفسك، كلها تبقى معلومات لنفسك. نظام جديد قديم النظام يتلغي يفضل موجود، فاحنا كل اللي نعمله هنذاكر زي ما كنا بنذاكر السنين اللي فاتت. ونبعد عن الاشخاص السلبيين. اي حد من اصحابك يرميلك كلمة سلبية كده، يعني حاولي تصدي الكلام السلبي. يعني واحدة تقولك المادة دي صعبة، قولها لا دي سهلة لا دي سهلة، انت بس ركزي شوية وهتبقى سهلة معاكي. مش عارفة النظام وحش، يلا بقى احنا نعمل اللي علينا ونذاكر. يعني انت حاولي تصدي اي كلام سلبي، تبعديه بعيدة عنك بكلام ايجابي. وعايزين بقى نتشجع كده عشان نلحق ان احنا نلم منهجنا. لو مفيش، لو انت مثلا واقعة في مادة تلحقي تلميها الوقت ده، يعني قبل ما تيجي ليلة الامتحان زي ما قلنا وتتزنقي جامد وما تبقيش عارفة تعملي ايه. عايزين نركز في الدراسة بقى شوية ونبعد عن الجو بقى اللي هو بيلهينا بقى. التليفون دوت بجد نبعد عنه خالص. ما بقولش ما تمسكوش خالص، بس يبقى وقت محدد وصغير جدا. نهتم بصحتنا وبأكلنا وبشربنا، علشان دوت برضو هو اللي بيدي الطاقة وبينشط العقل علشان تقدري تذاكري. ارضي ربنا، ارضي مامتك، ارضي باباكي، فرحي الناس كلها وخليكي طبيعية خالص كده ومش عايزين نزعل حد مننا. عايزاكي تصلي دايما، تدعي ربنا ان يا رب يعني يديك على قد تعبك، يا رب يوفقنا كلنا يا رب. وربنا مش بيضيع تعب حد، وان شاء الله خير. مش عايزين نقلق خالص من اي نظام واي حاجة جديدة. احنا حلو الجديد وعايزين تغيير. وفيها ايه لما احنا نبقى الجيل اللي جاي عليه حاجات جديدة؟ احنا ممكن نغير حاجات كتير وهنعمل حاجات ان شاء الله جميلة ومختلفة.
ويا رب معايا ومعاكم كلكم ينجحوا كلكم ويفرحكم يا رب، وما يضيعش تعب اي حد. وان شاء الله باذن الله انتظروا مني فيديوهات كتير تانية تخص الموضوع تبع الدراسة والتنظيم الوقت والحاجات ديت. حبيت بس اتكلم عن النظام الجديد والقلق اللي احنا فيه. بجد انا لقيت صحابي كتير وزمايلي كتير وكلام من المستر والمدرسين بتوعي، حاجات بجد بتخلي الواحد يتعقد. فانا كطالبة زيكم كده وانتم اصحابي، فانا ما يعني حبيت ان انا اخفف عنكم الموضوع دوت، لان هو انا مش شايفه الموضوع كبير. فاحنا عايزين نبعد عن اي حاجة سلبية ونروق كده ونروق لنفسنا علشان نحقق اللي احنا عايزينه. وطولت عليكم النهاردة بس معلش بقى، الموضوع بجد بيفتح كل ما كان في حاجة بتفتح حاجة اكتر. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير جدا، وبشكركم جدا وبحبكم قوي، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.